يقول لك إذا كان ربنا عارف مين اللي هيعمل خير فيدخل الجنة، وعارف مين اللي هيعمل شر وهيدخل النار، يبقى إيه لازمة الدنيا؟ خلاص ربنا ياخد الناس اللي هتدخل النار يدخل النار، واللي تدخل الجنة تدخل الجنة. إيه لازمة بقى الاختبار طالما ربنا عارف إحنا هنعمل إيه؟ أو يقول لك طالما ربنا كتب علينا كده خلاص، ما هو مكتوب. مش الغيب ده مكتوب؟ مكتوب إن هكفر ولا هشرك ولا هسرق ولا هقتل كل ده مكتوب عليا، خلاص أنا بنفذ المكتوب. ويظن إن هذا هو القدر. لا، ربنا سبحانه وتعالى القدر ما كتبوش عليك في أعمالك، ده ربنا قدر إنك أنت تكون حر في اختياراتك. ربنا قدر عليك حاجات، اتولدت في البلد الفلاني، في الأهل الفلانيين، في الظروف الفلانية، تعرضت لمشاكل صحية كذا، دي ابتلاءات ربنا كتبها عليك. ده القدر بتاع ربنا اللي فرضه عليك عشان يبتليك. إنما اختياراتك أنت وأفعالك أنت ربنا قدر إنك أنت تكون حر فيها. ربنا قدر انك انت تكون حر فيها. ايوه بس هي مكتوبه عند ربنا، مكتوبه من باب العلم. ربنا سبحانه وتعالى يعلم الغيب، يعلم المستقبل، بيشوف المستقبل. زي انت لما تشوف كاميرا مثلا مصوره ماتش كوره اتلعب وتصور، وانت بتتفرج على الماتش انت شايف اللعيب بيعمل حاجه، هو اختار كذا، انما انت عارف هو هيجيب جون ولا مش هيجيب جون. ليه؟ لانك شفت، انت شفت الموضوع. الدنيا كلها ربنا سبحانه وتعالى، الزمن ده بالنسبه لنا احنا، لكن ربنا سبحانه وتعالى شايف الغيب، شايف الحاضر والماضي والمستقبل، شايف كل حاجه. فبالنسبه له هو عارف انت هتعمل ايه، لكن هو اللي خلاك تعمل كده؟ لا، هو ربنا بقدرته اداك حريه الاختيار، انت تختار اللي انت عايزه، واللي انت هتختاره ربنا عارفه. خلينا ندي مثال، لا المثل الاعلى عشان تفهم. انت دلوقتي عندك اتنين طلبه بتمتحنهم، فجيت انت عارف ان الطالب ده بيحضر وبيذاكر وبيسال وعارف انه شاطر، والطالب ده لا بيحضرش ما بيذاكرش، انت عارف انه مهمل مش فاهم. فلما جيت تمتحنهم انت عارف ان ده هينجح وعارف ان ده هيسقط، لكن هل انت اللي اخترت ان ده ينجح وده يسقط؟ لا. لو انا جيت عملت لهمش الاختبار وقلت لهم انت ناجح وانت ساقط، يقول لك لا، طب ما تختبرنا، ما تختبرنا يمكن ننجح. ولو ان اهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا ربنا لولا ارسلت الينا رسولا فنتبع اياتك من قبل ان نذل ونخزى. مش انت كنت تختبرنا؟ مش يمكن كنا نعمل كويس؟ عشان كده ربنا بعت الرسل، أنزل القرآن رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، وكان الله عزيزا حكيما. خلاص ما لكش حجة، القرآن جالك، الرسول جالك، بلغت بالرسالة، عليك انك تختار، وليك الحرية، من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. عشان كده حجة الكفار لو شاء الله ما أشركنا ولا أباؤنا ولا حرمنا من شيء، لا ده كذب. كذلك إيه كذب الذين من قبلهم. لا هو ربنا صحيح لو شاء يجبرك على الإيمان، لكن ربنا أشاء وأراد وقدر إنك تكون حر. فأنت أصبحت مسؤول عن اختياراتك، أصبحت مسؤول عن اختياراتك، وبالتالي محاسب على اختياراتك. هو قدر ربنا كده إنه حط أجل مسمى، أجل مسمى، قضاء الله إن يكون في حرية في الدنيا، وبعد كده في أجل مسمى تموت تتحاسب. لو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابة لكن يؤخرهم إلى أجل مسمى، فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. خلاص. ويستعجلونك بالعذاب ولولا أجل مسمى لجاءهم العذاب. في أجل ربنا سماه اللي هو الحساب، اللي هو يوم القيامة. أنت لحد ما تموت أنت حر. ما تقدرش تقول ده ربنا اللي ما شاءليش إن أنا أتهدي، ولا ما شاءليش إن أنا أتبع القرآن. لا لا لا. ما إلا تقول طب أنت ليه لما بتجوع بتروح تاكل عشان تشبع؟ ليه بتقول لو ربنا أشاء إن أنا أشبع هشبع، لو ربنا شاء إن أنا ما أعطش مش لا، أنت بتروح جعان بتروح تاكل، عطشان بتروح تشرب، عايز فلوس بتروح تشتغل وبتجيب فلوس. يبقى أنت بتسعى، وطالما بتسعى يبقى أنت عارف إن أنت سعيك ده أنت مسؤول عنه، اختياراتك دي أنت مسؤول عنها. أكتر من 100 آية في القرآن، من اهتدى فإنما يهتدي نفسه ومن ضل فإنما يضل عليها. أكتر من 100 آية بتأكد حرية الإنسان في الاختيار. ربنا عارف أنت هتعمل إيه، علم، علم مكتوب، لكن مش هو اللي أجبرك عليه. هو حط جواك نفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. هو حط جواك الاثنين، تقدر تعمل الخير تقدر تعمل الشر، وهديناه النجدين. والا ما يبقاش في معنى للاختبار. يبقى الاختبار في الدنيا لانك حر، طالما حر يبقى انت مسؤول عن اختياراتك.